الراسيات والهدف الاول. لسه بنحكي عن الركنيات والاهداف في غياب علي معلول. اول هدف من نيس بعد 825 دقيقه. انا كنت 825 سلوتات 800 هي رقم الاهلي الشهير. بينما الكره خطيره الترجي يلا يبقى يمشي تقاه كره من تقاه حط الكره يلعب لوحده في الاساس وبقى لمسه يد الحكم شكور فيها لمسه يد والحكم يطلعها وتلعب الكره عن طريق عاشور حضر المرتدات فما فترتها خطوط الاهلي الان يمشي امام عاشور امام في وسط الميدان امام عاشور يراوغ بسهوله الاهلي يرسل الكره خطيره يشوط ومرت سلامات كره وسام ابو علي فرصه كبيره ترشي سنيهاش ولكن بتوازن شاهدوا لمسه اليد ثم لمسه يد واضحه جدا على امام عاشور ما عرفش الفار يرجع الماء اول توقف الكره خرجت الماتش المباريات الاقصائيه ذهاب واياب ما ربحش النادي الاهلي في القاره كان فينال الوداد 2017 1-1 من وقتها دائما المباريات خروج مغلوب في القاره يربح كره خطيره فما تسلل فما محاوله كره بعيده هو مارسيل كولر وضيع عن التوفيق لحد الان والنهائي تحكم بالكره الثابته مخالفه او ركنيه اتفقت والهدف يحصل غش روشي اولو مريح كره غاثه من ياسين كره واحده ستين النادي الاهلي خطيره من الدفاع مش متوازي وصعبه يشدله بالراس وترجع الكره مره اولى مره ثانيه حتى له مريح في الشوط ويشوط بيرسي تاو مش ممكن بالاخطاء الفرديه لحد الان في ال 20 دقيقه الاولى فريق النادي الاهلي كره عن طريق كريم فؤاد يمشي كريم فؤاد ما يوسعش يخلي له مساحه ترجع كوره من تلقاي برشا ارتباك انا ممنوع بان عليه يمشي الكوره من ميش ترجع مميش مريح ترجع كوره من غيلان الاهلي يضغط والكوره خطيره جدا من النادي الاهلي مش ممكن خطا فادح ويدخل الدفاع مش موجود في هذا الشكل ترجع كرة للترجي ينساس سير رودريجو حط الكرة تقاه يجري معاه ترجع الثاني ترجع الكرة عن طريق روشي غيلان يطلع بن حميدة يمشي بن حميدة ضيعوا كرة الكورو ضيعوا كرة الضربة القاضية الترجي يلعب الآن عن طريق غيلان وسط الكرة ينساس ينساس وحتى كورنر هاني يتفوق يلعب الكرة طويلة ترجع السهل المريح يمشي كرة شحات في الكلوان شحات وفخر فاول ضد غشة برشا اللاعبية معاهم 12 دقيقة بين الذهاب والإياب في حسم فينال بطولات على الأقل نتكلم على 3 أشواط محتاج نبين أسماء لأنه كان الجمهور يعرف خطأ كبير جدا كرة الشحات كادت تنهي أمام الترجي في اطراف الكل وتمشي رودريجو ينساس كونتر اتاك اطلع الان يمشي رودريجو 3 على 3 يمشي رودريجو يدخل البرازيلي يلعب سونتراج خطيره للترجي الرياضي الكره الثانيه يا خبلاني اول مره محاوله للترجي بن حميده ما جربش الا حسه وحيده حسه موشاس يمشي عبد المنعم كرة مع عبد المنعم مرة أخرى يسجل الأهلي في الفينالات فقد في 83 في استاد القاهرة ضد الشمس كوتوكو ما مركاش عمل 7-7 بعد ذلك في كل النهايات في القاهرة النادي الأهلي يسجل ترجع الكرة عن طريق عبد المنعم ترجع بالكرة عن طريق عطية وكرة للترجي الأمريكية في هكذا نهائي خاصة مع هكذا خاصة كل الأمور تخلص
برشا محللين يقيسوا على مرميات في أربعة بعد راسية ربيع عبد المنعم شحات عاشور يلعب كورة مباشرة رجبالي ضغط كبير كورة تمشي وخطأ من غيلان لازم يعاون اليوم الحقيقة بعد ماتش متوسط جدا في الذهاب والكرة تمشي لسام أبو علي يمشي لسام خطورة المرتدات والركنية الثانية في المباراة في النادي الأهلي ركنية أخرى للفريق الأهلاوي هو وسام أبو علي فلسطيني دنماركي جاء في الميركاتو الشتوي سجل 5 أهداف مع الفرقة الحمراء 4 لحساب الدوري وهدف في دوري الأبطال كان في مرمى تو بويسون مازيمبي 27 دقيقة لعب في الشوط الأول الأوراق الهجومية للترجي في 150 دقيقة باعتبار وقت الذهاب نصف ساعة تقريبا في الرتور غايبة حذاري بالراس مرة أخرى مش ممكن وفي خطأ للترجي اليوم خطأ هجوم عدى مروان عطية ولكن هنا الخطأ من الدولي إمام اللاعب السابق للزمالك آخر كورة في الشوط الأول الشوط الأول 1-0 للنادي الأهلي يمشي يانساس يلعب يانساس آخر كورة في الشوط الأول ماركيو كورنير فالمسجل بمخالفة حذر كبير في هذه الكورة صراعات كبيرة في هذه اللقطة آخر فرصة في الشوط الأول يمشي الترجي التونسي عن طريق الهجوم يلعب ينساس طريقة التنفيذ سيئة جدا الحقيقة في الأمان طبعا هدف ثاني ينهي كل الطموحات من الفريق بحجم الأهلي وتجاربه وخبراته يستحيل ترجع في 2-0 بقدر الله تمشي كورة للنادي الأهلي كورة بعيدة غيلان غيلان كورة ترجع مرة ثانية عن طريق إمام عاشور في وسط الميدان تقصف في هذه المباريات على الكرة الثابتة كان ربي ييسر أسبابها فيما تبقى من الدقائق أمام أهلي هو البطل لأهلي المرة 12 ترجع كورة روجي أولو الروجي حط الكورة بن حميدة توجاي ينساس يلعب رودريجو يلا ينساس جول مش ممكن كرة البطولة يا يان كرة البطولة يا ساس مش ممكن هذا هو اللي لازم نلعبه شوف ساس الثنائي برازيلي يلعب مع رودريجو حتى له يا رب مش ممكن كده بعد مش ممكن هذا هو التاريخ المعلم لا تقل 77 هدف يجينا عليها يمشي القاع يلعب كورة رودريجو كورة الثاني مرتدات ومساحات برافو مريح يعطي الكورة يمشي يربح على التيران بوشليبة قاع يمشي الكورة مريح في وسط الميدان روجي أولو للترجي الرياضي عن طريق توجاي في وسط الميدان توجاي حط الكرة للترجي الرياضي محاولة الدخول يمشي الكرة حي يا شعلالي غيلان مريح غيلان باهي هذا المطلوب دور شوف كرة لا توالد كرة وسام أبو علي وكهرباء هذا هو بديله يدخل أفشى بديل مروان والكرة في مناطق الجزاء للترجي التونسي يمشي أقبلوا صفات يا أقبلوا بدون أخطاء احنا ما عادش عندنا برشا وقت بالنسبة لأهلي هانت 10 دقائق خبرتهم شوفوا كيف يسيروا الدقائق فرصة وحيدة في رادس فرصة وحيدة هنا حقيقة الكرة تمنعت في المرتين كرة كانت داخلة وخرجت بينما عاشور باك الشوط عاشور ممتازة من مماش أمان الله يوم سعيد الحميدة جنب كامل ما جربش يرجع الكونتر اتاك عن طريق ديانج يدخل ديانج فماش فاول
وفما الترجي وقاتل الكرة قبيله باهية يمشي سيد كورة بن حميدة وكرة قفشة لاعب معناه داخل في الدقيقة 85 أو الديال يخسر معناه الشارية 85 كده هاني يمشي هاني يلعب كرة خطيرة النادي الأهلي يدخل صعبة جدا في خطأ الأهلي وخطأ تقبله بخطأ يستفيد منه النادي الأهلي 86 دقيقة في المباراة واحد صفر النادي الأهلي تمشي كورة للنادي الأهلي 87 دقيقة الوقت يمر مازال عندك 6-7 دقائق في الماتش تاع مشروع بناء هجمة واثنين ماكسيموم الرجل اللي كان عنده الإمكانيات الهجومية لحد اللحظة ما خدمناش الكرة الثابتة ما نجحناش على الكرة الثابتة اللي عندك مشكل بناء هجومي الاطراف والكوار ما عاونوناش في النهائي بالذات لكن يعطيهم الصحة الاولاد لعبنا امام فريق خامس عام فينال يمكن رابع لقب في 5 سنين 7 نهائيات في 8 خبرة في الاخر صنعت الفارق لحد الان تمشي كورة من قفشة والعارضة الخطيرة وتمشي كورة من كهرباء والتسديدة والدفاع يتصدق بلو يمشي غيلان هل تحب من الكورة بعد كل هذه الفرص لما دور النادي الأهلي شوف الثنائيات وشوف تفهم كل شيء يعني هاني بعد 180 دقيقة كيفاش 8-1 والنبي يا ري كفاية بقى لا 8-1 كفاية بقى لا 8 يا لهوي يا لهوي